السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ ربكم بخير، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انا عارف ان الفيديو ده جه متأخر. كان المفروض ينزل لكم امبارح بس هو نزل يعتبر قبل اللجنة على طول، يعني انت تسمعه الصبح بعد الفجر. عشان كده هحاول على قد ما اقدر اخلي الفيديو وقت صغير بحيث ان انت تقدر تسمعه بسرعة. ولكن صدقني الفيديو ده مهم جدا، اسمعه لحد اخر ثانية بالله عليك ما تكسل، لان الفيديو ده والله العظيم يمكن من اهم الفيديوهات. لان ده اللي بيفرق فعلا ان انت تعرف تحصل مجهودك ويخليك كمان تقدر تحل الامتحان بسرعه. بص، خلينا متفقين ان دايما في كل امتحان كل سنه الكلام ده بيحصل. طلبه نوعين من الطلبه، بيطلع نوع يقول لك الامتحان كان سهل والوقت كان كافي جدا وقدرت احل. نوع تاني بيطلع يقول لك الوقت ما كفاش، وده بيتكرر كتير وفي امتحانات كتير وفي مواد كتير. ويقول لك اصل الوقت ما كانش مكفي والامتحان ده كان محتاج 4 ساعات. معيار الوقت دي اول حاجه هكلمك عليها في الفيديو دوت. لما تخش اللجنه يا مستر، انا دخلت اللجنه اهم حاجه معايا هي معيار الوقت. انا داخل 3 ساعات وهمشي، مش داخل ابلط جوه، فما افضلش اسرح مع نفسي. طيب خلينا متفقين، اولا هو بيحط الامتحان غير منظم، يعني امتحانه غير منظم اصلا في الاسئله. تمام، الامتحان عشوائي. الاسئله ممكن اول سؤال او اول كام سؤال عندك في الورقه يكونوا اسئله بتحتاج وقت في الحل، وانت مش عارف دوت، انت من داخل مش عارف. فمعيار الوقت مهم، لو سبت الامتحان هو اللي يمشيك هتضيع وقت كبير، فلازم انت اللي تمشي الوقت بمزاجك. طيب عندك معيارين للوقت في الامتحان. المعيار الاول وده اللي يفضل يكون معاك، ان انت تكون ماشي معاك ساعه ساعه، اللي بتعد دقائق ديت مهمه جدا. شوفها مع اخوك، مع ابوك، مع والدتك، مع اختك، مع اختك، مع اي حد تعرفيه، حتى لو صاحبك او صاحبتك معاك ومع واحده زياده في البيت يجيبها لك. الساعه دي هتكون مهمه جدا بالنسبه لك، تبص فيها كل شويه وتعرف انت بتقعد قد ايه، وتحط وقت محدد لكل سؤال تقعدوا فيه. تمام. تمام، طب نفترض يا مستر انا معيش ساعه للاسف، وما ما مسكتش ساعه قبل كده، ولا ما عنديش ساعات. نفترض يعني. خلاص، معيار الوقت التاني يا مستر بالنسبه لي هو السؤال نفسه. يعني انا هدي لنفسي ان انا هقرا السؤال مثلا مره، ما فهمتوش هقراه مره تانيه، ما فهمتوش هخش على اللي بعديه. طب قريته مره وفهمته، ابتدي احل فيه على طول سريعا، اكتب القانون واعوض على طول، لا ابقى سريع شويه في خطوتي، مش متسرع، ابقى سريع في خطوتي. فمعيار الوقت التاني ان انا هدي فرصتين للسؤال، ما فهمتوش اخش على اللي بعده عشان ما اسرحش فيه واضيع وقت. ما بنتخانقش مع الاسئله يا شباب. طيب، تاني حاجه ودي اهم حاجه، اهم حاجه بتعملها في اللجنه. خلينا متفقين انت بتخش امتحان الفيزياء، امتحان الفيزياء فعلا ليه رهبه، فعلا فعلا ليه رهبه. انا في الكليه لما بيجي لي امتحان فيزياء بخاف. الورقه وهي نازله لك انت مرعوب جدا، حتى لو انت شاطر بتبقى خايف. بتسمع سنين والناس عماله تحكي ان الفيزياء دي بتبقى اصعب ماده وهي البعبع ومش عارف ايه. طيب، انت عندك هدف واحد وانا بقوله لك، انت داخل الامتحان عاوزك تفتكر دايما الكلمه اللي انا بقولها لك دلوقتي دي وانت قاعد اول ما تستلم الورقه. قاعد خايف، قاعد متوتر، ما تفتكرش غير كلمه واحده بس. ايه هي الكلمه دي؟ الورقه اللي انا هستلمها دلوقتي ديت فيها اسئله مباشره كتير، وفيها اسئله شبيه بالمباشر كتير جدا جدا، ما لا يقل عن 35 او 25 او 30 سؤال، ما لا يقل عن كده. فدايما تفكر نفسك بدي، انا الورقه اللي هستلمها فيها اسئله مباشره كتير بتتحل بمجرد النظر. فانا داخل هدفي دلوقتي في اول ما امسك الورقه، هدفي بعد ما اكتب اسمي ورقم جلوسي ان انا هروح اتصيد الاسئله دي. انا رايح ادور على الاسئله دي. الموضوع ده هيخفف التوتر من عندك وهيقلل تشتتك قوي، بعمله دايما في معظم الامتحانات اللي ببقى خايف منها. انا داخل ادور على اسئله مباشره بس. عارف انت اللي يقول لك ان اللي ما يقدرش على الحمار يتشطر على البردعه، خليك كده، اجري على اسئله مباشره بس. يبقى انت هدفك الاول والاوحد اول ما تمسك الورقه انت بتدور على اسئله مباشره بس، رايح تحلها بس. سيبك من اللي بيقول لك اصل انت تركيزك بيقل مع الامتحان والكلام ده، مفيش الكلام ده، مفيش حاجه اسمها كده اصلا. تمام. انت مخك مش علبه، مش ازازه ميه ولا ازازه عصير بيقعد يستهلك، لا مفيش الكلام ده. تركيزك بيقل اكيد مع الوقت، ولكن الكلام ده لما تقعد فتره كبيره تشتغل. انما لو انت لسه ماسك الامتحان بقالك ساعه، ساعه ونص، ساعتين، ثلاثه، تركيزك لسه مش هيستنفذ، انت في اول اليوم ولسه صاحي. فاول حاجه بتركز عليها يا مستر، اول ما امسك الورقه، هدوء، ثبات انفعالي، انا داخل ادور على اسئله مباشره بس، ده هدفك الاول. طيب، النقطه اللي بعد كده لازم يبقى عندك نظام في الحل. النظام في الحل ازاي يا مستر؟ نظامنا احنا اللي بنحل بيه. اول حاجه يا مستر، حضرتك بتقرا السؤال كلمه كلمه حتى بالثوابت اللي هو حاططها لك، لانه ساعات بيلخبطك في الثوابت. وقلتها في معامله النفاذيه بيلخبطك كذا مره، قال لك في مره الحديد وانت متعود ان الحديد المطاوع ب 2 في 10 سالب 3، وهو طلع مديك الحديد مش الحديد المطاوع اللي هو 2 باي في 10 سالب 5. ده بيلخبطك، تقرا السؤال كلمه كلمه بالتفصيل. دي اول حاجه. طيب يا مستر ما فهمتش السؤال، هقراه مره ثانيه. ما فهمتوش يعني ايه ما فهمتوش؟ انا من اول مره قراته ما استوعبتش هو عاوز ايه، هو بيسال على ايه، مش فاهم، بسيبه وبخش على اللي بعده اوتوماتيك، بسيب عنده شرطه وبخش على اللي بعده. تمام. تمام. السؤال اللي انا ما فهمتوش، سوري معلش، بعمل عليه نجمه.
السؤال اللي انا ما فهمتوش بعمل عليه نجمه. تمام، ده سؤال انا ما فهمتوش، بخش على بعضه. ما فهمتوش برضو، من اول وتاني مره نجمه، وهكذا. ان شاء الله لو قعدت 15 20 سؤال ما فهمتهمش تقعد تعمل عليهم نجوم من غير ما تتوتر ولا يتهزلك شعرك. والله العظيم بتحصل، بس هي بتبقى في الرهبه في اول الامتحان، والتوتر احيانا بيخليك ما تاخدش بالك من السؤال. لما بتاخد لفتك على الامتحان وبترجع له تاني بتاخد بالك، بتقول ايه الهبل ده السؤال طلع مباشر قوي انا ما خدتش بالي. فاوعى كونك ان انت اول كام سؤال ما فهمتهمش او ما استوعبتهمش توتر نفسك بيدوخ خوفك وتقول يا نهار اسود انا مش عارف الاسئله. عادي، انا ساعات بخش امتحان، انا دخلت امتحان من قريب اول تقريبا 25 سؤال ما كنتش عارفهم، عامل عليهم فلاج كده، هو كان على الكمبيوتر بيخليك تعمل زي علم كده او فلاج على السؤال. عملت اول 25 فلاج وبعد كده رجعت لهم اكتشفتهم انا بس ما كنتش مركز في اول الامتحان عشان كنت متوتر شويه. فالتوتر بيخليك عادي تحس ان انت مش فاهم السؤال او مش فاكره او ما تفهموش عادي وانت بتقراه. مش مشكله، نجمه 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 ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ال 45 سؤال كلهم تعمل عليهم نجوم وتفهم السؤال 46 وترجع تاخد اللفه تاني، يبقى انت اللي ما فهمتوش بتعمل عليه نجمه. طيب، دي الاسئله اللي انت ما فهمتهاش. في نوعين بقى تانيين من الاسئله، الاسئله اللي انت بتفهمها والاسئله اللي انت عارفها والتقليديه واللي انت عارف حلها ايه. بتتقسم لنوعين. نوع من الاسئله سؤال انت هتعوض فيه على طول، تعويضه واحده او تعويضتين بس هم سريعين على طول، انت عارف انت هتعمل هتجيب ده وهتعوض بيه هنا وتجيب على طول، ده تحله على طول. في نوع تاني من الاسئله لا، ده سؤال انت عارف حله بس بياخد وقت، محتاج خطوات وبياخد وقت، زي مثلا اسئله كيرشوف، انه مثلا يخليني اعمل 3 معادلات 3 مجاهيل وبعد كده اقوم رايح مثلا جايب لي قراءه فولتميتر. السؤال ده انا عارف ان انا هعرف احله، عارف طريقته، بس انا عارف ان السؤال ده هياخد مني وقت. فبعمل قدامه ايه بقى؟ بعمل فوقيه نقطه مش نجمه، بعمل فوقيه نقطه. النقطه دي اللي هو السؤال اللي انا بعرف احله بس هو هياخد وقت، فبعمل فوقيه نقطه وبرده بسيبه. انا اول ما مسكت الورقه قاعد بدور على الاسئله المباشره او الشبيه بالمباشر. الشبيه بالمباشر اللي هو بتعوض خطوتين 3 خطوات بس السؤال يعتبر مباشر، انت فاهم هو هيعمل ايه من اول ما تشوفه. فانا بدور على الاسئله السهله ومباشره على طول. سؤال في الليزر اللي هو على طول يقول لي ايه المكون دوت ايه مش عارف ده، سؤال فاصل سادس، سؤال مش عارف ايه. اسئله الحديثه اغلبيتها بتبقى كده. اسئله نسب على طول كده سريعه انا عارف بجيبها بسرعه كده. مساله اعاده اللف اللي مصر قايل عليها دي اسئله المباشره انا قاعد بدور عليها لحد ما اوصل لسؤال 46 اكون حصرت كل الاسئله المباشره. هتلاقي نفسك جمعت لك بحوالي 25 30 سؤال مثلا. تمام، ومش لازم الرقم يطلع بالظبط زي ما انا قلته، لو طلع اقل من كده مش مشكله. طيب، برجع اخد لفه ثانيه على الامتحان. بعدي على مين؟ بعدي على الاسئله اللي انا عملت فيها نقطه. الاسئله دي انا بعرف احلها بس انا ما كنتش عاوز اضيع وقت، انا كنت عاوز اختصر وقت. هبتدي احل الاسئله دي واوصل لحد اخر الامتحان تاني واخد لفه ثالثه. اللفه الثالثه دي ببص تاني على الاسئله بقى اللي انا ايه، اللي انا قراتها في الاول وما فهمتهاش. غالبا بتفهمها كلها او بتفهم معظمها، ما بيبقاش معاك غير سؤال سؤالين بالكتير. طيب لو انت مشيت بالنظام ده بالظبط، ما شتتش نفسك وما خليتش الشيطان يضحك عليك وتوترك يضحك عليك، انت ممكن تخلص الامتحان في نص ساعه، ساعه الا ربع، ساعه، ساعه ونص. انت هتخلصه في وقت قياسي، مستحيل تقعد 3 ساعات كاملين، هتخلصه في وقت قياسي لان في اسئله كتير مباشره. طيب هتعمل ايه بعد كده؟ هيبقى معاك سؤال سؤالين بالكتير قاعد بتفكر فيهم، هتديهم راحتهم على الاخر، هتمسك ورقه المفاهيم هتفرها في الجزئيه اللي هو بيسال فيها من اولها لاخرها لحد ما تتاكد ان هو مش يعني اذا كان موجود او مش موجود، وان شاء الله هتلاقي حلها هناك في ورقه المفاهيم لحد ما تحل السؤالين. الامتحان في الاخر بيصفصف معاك هم زي ما قلت لك على السؤالين دول. يبقى تاني سريعا النظام اللي بنحل بيه يا مستر، بقرا السؤال مره ما فهمتوش هقراه مره ثانيه ما فهمتوش بخش على اللي بعده بعمل عليه نجمه لو انا ما فهمتوش. طب عندي نوعين من الاسئله، نوع انا بفهمه ونوع تاني بفهمه بس بياخد وقت، هعمل فوقيه نقطه. احل السهل على طول الاول، بعد كده اخد اللفه الثانيه اجمع اللي عليه نقطه واحله. اللفه الثالثه بروح للاسئله اللي عليها نجمه وابتدي افكر فيها احل معظمها ان شاء الله. بعد كده بيبقى لي بقى الوقت اللي انا ابص فيه في ورقه المفاهيم، اكد على السؤال ده اكد على السؤال ده، اجيب اجابه ده اجيب اجابه ده، السؤال ده انا مش فاكره ابص هنا وهكذا. خلصت الامتحان يا مستر، وقت المراجعه. ولازم تحاول على قد ما تقدر تكون خلصت الامتحان اقصى حاجه في ساعتين، اقصى حاجه تخلص الامتحان في ساعتين. تمام. طيب، لو عوضت وطلع غلط، لو عوضت في سؤال وطلع معايا غلط اعمل ايه؟ ما تتوترش. اول حاجه تعملها خليك فاكر دي، اول حاجه تعملها لما تعوض وتطلع غلط تبص على الاله وتبص اللي انت كاتبه في القانون، هل انا كاتب على الاله زي ما انا كاتب في القانون بالظبط؟ لو لقيت نفسك كاتب على الاله زي ما اللي انت كاتبه في القانون بالظبط يبقى انت غالبا كاتب القانون غلط، فهرجع ابص انا كاتب القانون غلط ولا لا. لو في حاجه انا كاتبها غلط في القانون هصلحها. طب لو طلعت كاتب القانون صح يبقى انا فهمت حاجه غلط في المساله، فهرجع اقرا المساله تاني واتاكد. بتحصل معانا شخصيا. في سؤال في احد النماذج الاسترشاديه كنت بحله فبيقول لي هنعدله يحصل ايه، هنعدل الجهاز كان جلفانو هنعدله نحوله لفولتميتر،
يقيس جهد اقصاه 1 فولت. انا قريتها كده، لكن هو كان يقصد دلاله القسم الواحد هتبقى 1 فولت، وهو 150 قسم، يبقى كده الفي الجديده هتبقى ب 150. انا ما خدتش بالي، فانا عوضت طلعت غلط. رحت اتاكدت من على الاله، لقيت ان على الاله نفس اللي انا كاتبه، يبقى قلت اكيد انا كاتب قانون غلط. بصيت لقيت نفسي كاتب قانون صح، يبقى قلت انا قرات السؤال غلط. لما قرات السؤال تاني لقيت نفسي فعلا طلعت صح، طلعت قارئ حاجه غلط. يبقى انت بتمشيها بالترتيبه دي. اول حاجه بتروح تتشيك عليها الاله، انا كتبت زي اللي انا كاتبه ولا لا. بعد كده اروح اتشيك على القانون، لو انا طلعت اللي انا كاتب صح على الاله يبقى اروح اتشيك على القانون، طلعت كاتب القانون صح يبقى انا فهمت حاجه غلط في المساله، اروح اتاكد من المساله، اقراها كلمه كلمه بالترتيب عشان الحرف بيفرق. تمام. تمام. دي لو انا طلع معايا سؤال غلط، عشان الناس بتتوتر قوي لما بتتعوض بسؤال ويطلع معاها غلط. طيب المراجعه براجع ازاي يا مستر؟ انا بروح اعدي على السؤال. بص انت غالبا اول مره فكرت في السؤال بيبقى هي دي المره الصح، يعني اول فكره جات لك على السؤال هي دي الصح. لما براجع بعمل ايه؟ ببص بتاكد هل هو سال عن الحته اللي انا كتبت فيها القانون ولا لا. لو سال عن الحته اللي انا كتبت فيها القانون تمام، هل انا عوضت في القانون صح؟ عوضت في القانون صح، التحويلات عملتها، يبقى السؤال ده صح. السؤال اللي بعديه، واوعى تسترفي الاسئله، ركز على الاسئله التافهه بالذات، راجع فيها، لان الاسئله التافهه بتبقى معموله بحيث ان انت ما بتراجعهاش، وبالتالي دي اللي بتنقص بيها درجات في الامتحان، فتركز قوي على الاسئله التافهه. هو قال كده بالظبط؟ اه. طب هو انا حليت بناء على ده؟ اه. عوضت صح؟ اه. خلاص، يبقى انت بتراجع بتشوف السؤال انت كتبت القانون بناء على السؤال صح ولا لا، وعوضت جوه القانون صح ولا لا. لو كاتب القانون صح عوضت في القانون صح يبقى انت كده تمام في السؤال ده، وتبتدي تخش على السؤال اللي بعده وهكذا. طيب عشان ما اطولش عليكم الفيديو عشان الفيديو طويل اصلا، اقصى حاجه سوري اخر حاجه نقولها البابل شيت، وده مهم جدا. البابل شيت الطريقه باختصار شديد، الطريقه اللي انا بشتغل بيها من زمان وانا في الامتحانات ونافعه معايا جدا، ان انا بعمل ايه؟ انا بكون قاعد بحل مثلا في البوكلت بشخبط براحتي وبحل. حليت السؤال الاول مثلا عملته جيم بقلم رصاص، بعمل نقطه بسيطه مش بظلل الدايره كامله، لا بعمل زي نقطه كده ابقى انا شايفها بعينيا عند الاختيار جيم عند السؤال واحد. السؤال اللي بعديه عملته ب وهكذا، حاجه بسيطه عند ب. علشان لما اجي اعدل السؤال، يا شباب بمسح مثلا، انا شخبطت في بابل شيت عملته غلط على ب وبقت دال مثلا، فخلاص بالاستيكه لازم يكون معاك استيكه، اقوم ماسح الب ديت واقوم عاملها دال عند السؤال دوت، تبقى نقطه 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 كده. باجي في اخر الوقت خالص بقى لما اتاكدت خلاص ان انا مش هغير اجابات تاني ولا اي حاجه تاني، ببتدي بقى كل سؤال كل اختيار انا كنت عامل عليه نقطه بسيطه بظللها كامله بالجاف، بس حاول ما تطلعش بره الدايره، وحاول اوعى تعمل دايره وتعمل عليها اكس، عشان للاسف المراقبين بيقول لك اصل انت لو عملت دايره وطلعت غلط اعمل عليها اكس ونظلل واحده تانيه. في طلبه بتعتمد على ده وبيتحسب لها غلط، والله هيتحسب لك غلط، لان اللي بيوقف على المكنه مش هيراقب الورق ده كله ان مين اللي عامل اكس ومين مش عامل اكس. تمام، انت في مصر افتكر ده. فالمهم ان انت زي ما قلت لك بتعمل حاجه بسيطه كده بالقلم الرصاص، وما بتيجي في اخر وقت خالص متاكد ان انت خلاص مش هتغيرها تاني بتتقلها بالجاف خالص وتظل الدايره كامله. طيب ايه ميزتها؟ زي ما قلت لك ان انت بتبقى عارف ان انت اخترت السؤال ده كده، وحاجه تانية ان انت عشان طبعا في اخر وقت وانت بتعمل متوتر كده في الجوجل شيت ممكن تتلخبط. كمان ميزتها ان انت زي ما قلت لك ممكن تمسحها لو انت غيرت الاجابه. تمام، فدي مهمه جدا، وده اختصار يعني مختصر مفيد في البابل شيت. وطبعا ممكن تمشي بمسطره كده عشان ما تلخبطش نفسك، يعني تحط تحت السؤال مسطره تتاكد ان ده السؤال الاول دي الاختيارات بتاعته وتبتدي تظللها وهكذا، عشان ما تعومش في الاسئله يعني ولا تعدي سؤال. تمام، لان وارد ساعات بتحصل من التوتر. بس كده يا شباب، يا ريت بالله عليكم تطمنونا عليكم، هسيب لكم رقم الواتساب بتاعي في الديسكربشن، اي حد ما يتكسفش خلص الامتحان وابعت لي طمني عليك، عشان انا والله العظيم هموت واطمن، مش عارف انام اصلا من بقالي كذا يوم وعاوز اطمن عليكم، فخلصوا كده وابعتوا لي وقولوا لي عملتوا ايه في الامتحان وفرحوني بالله عليكم. يا ريت الفيديو ده يكون ان شاء الله باذن الله نافع بالنسبه لكم وتمشوا على النظام دوت، باذن الله هيفرق معاكم جدا في اللجنه وهتوفروا وقت. وعلى فكره النظام ده مجرب مع ناس السنه اللي فاتت حلوا الامتحان في نص ساعه وفي ساعه الا ربع، الامتحان اللي كان كل الجمهوريه بتشتكي منه انا معايا طلبه الحمد لله حليته في نص ساعه وفي ساعه الا ربع. ف يعني صدقني هتفرق معاك جدا لو طبقتها. المهم افتكر الهدف الاوحد، انا داخل ادور على الاسئله السهله الاول، كل ما انت متوتر انا داخل ادور على الاسئله السهله، والامتحان اللي في ايدي فيه اسئله سهله. تمام. تمام. يلا يا رب ربنا يا رب يكبر بخاطركم يا رب ويوفقكم يا رب وييسر لكم الامتحان. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.